عمرك فكرت مين اول شركه قررت تقول يا جماعه خلاص الفيلم عصره بيخلص، احنا محتاجين كاميرا من غير شريط ولا فيلم؟ الناس زمان كانت فاكره ان اللي يقول الكلمه دي مجنون، لان الفيلم فضل سنين طويله ملك السوق. لكن في لحظه معينه شركات كبيره بدات تجرب وشركات صغيره ظهرت في السوق، والعالم دخل في سباق جديد. ويلا بينا نرجع لبدايه المعركه دي كانت ازاي. كوديك اللي بدات الثوره دي وما قدرتش تكمل. الغريب ان اول كاميرا من غير فيلم كانت من كوديك نفسها. مهندس اسمه ستيف ساسون عمل اول كاميرا رقميه بدائيه. كوديك شافت الفكره وقالت لا دي هتبوظ لنا مبيعات الفيلم، فركنت الفكره على جنب والعالم كله اتجه للرقمي وقتها، فخسرت كوديك السباق اللي هي اصلا بدائيه. ونيجي لشركه سوني، اول واحده قالت احنا داخلين السوق ده برجلين. في الثمانينات قررت سوني ما تعتمدش على الفيلم خالص، وقدمت كاميرا كانت عباره عن تسجيل الصوره عن طريق قرص صغير بديل للفيلم، وكانت اسمها مافيكا، مش رقميه بالكامل بس كانت من غير فيلم لاول مره في السوق. والناس بدات تفهم ان في حاجه جديده جايه. نيجي لشركه فوجي، التطوير الهادي اللي قلب السوق بعدين. فوجي كانت دايما منافسه قويه لكوديك في الافلام، لكنها شغاله في الخلفيه على التكنولوجيا الجديده، وقدمت كاميرا هجينه نص فيلم ونص تخزين الكتروني، وكانت بتحسن الجوده خطوه بخطوه. واللي عملته بعدين في العصر الرقمي هيغير اللعبه كلها. نيجي بقى للشركات العملاقه اللي دخلوا متاخر بس دخلوا صح. نيكون وكانون كانوا عايشين على كاميرات الفيلم وخايفين يدخلوا على الجديد بسرعه، بس في اوائل التسعينات قرروا يدخلوا المجال وبداوا يعملوا كاميرات من غير فيلم للصحافه والوكالات الاخباريه، وكانت غاليه جدا ومحدوده بس اثبتت ان الكاميرات الرقميه مش مجرد تجربه. ونيجي بقى للمفاجاه اللي محدش يتوقعها. ابل، والله ابل، وقبل الايفون بسنين طويله سنه 1994 ابل نزلت كاميرا اسمها كويك تيك، وكانت واحده من اول الكاميرات اللي تسجل الصوره مباشره في الجهاز. كانت تجربه بسيطه بس خطوه جريئه لان مستقبل الصوره يبقى ديجيتال. وفي الفتره دي في اواخر الثمانينات والتسعينات الفيلم لسه موجود والكاميرات الرقميه لسه بدري عليها، والناس محتاره تروح انهي اتجاه. لكن كل شركه من دول كانت بتحاول تسبق بخطوه. سوني باول كاميرا من غير فيلم، وابل باول كاميرا تخزن الصوره، وفوجي بالحلول الهجينه، ونيكون وكانون بالتطوير الاحترافي، وكوديك اللي بدأت ومكملة. العالم كله كان بيتحرك للنقطة اللي هنروح لها الحلقة الجاية. دي كانت الفترة اللي الكاميرات فيها ما بقتش فيلم بس ولا رقمي بس، دي كانت مرحلة انتقالية خطيرة اللي الشركات فيها كانت بتحط رجليها في مستقبل مجهول. والتمهيد ده مهم جدا لأن بدون الخطوة دي ما كناش شفنا الثورة اللي غيرت تاريخ التصوير كله. الكاميرا الرقمية الحقيقية والسنسور والبيانات والبكسلات ووداع الفيلم للأبد، ده هنعرفه في الحلقة الجاية. سلام.